لو عاوزين تعملوا لحمة دايبة مع شوية خضار دايبين وطعمهم يجنن بالشكل ده، يبقى لازم نجرب الطريقة الحلوة دي. دي أفضل طريقة لورقة اللحمة على الطريقة المصرية بدون تعقيد، وهتطلع معاكي ناجحة من أول مرة. شايفين الجمال؟ بجد حلوة جدا، والخضار فيها كده زي ما هو مدبش وباين كده وواضح مستوي، وفي نفس الوقت مش مهري. يلا بينا نشوف الطريقة ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. أول حاجة كده عندي قطعية لحمة من الانتركوت، أو تقولي للجزار أنا عايزة أعمل ورقة لحمة وهو هيقطعها لك بالشكل الجميل ده. شايفين؟ هركنها بقى على جنب، وأجيب شوية خضار كده، عندي بطاطس وجزر وبصل وفلفل ألوان أو أخضر زي ما تحبي. هجيب البطاطس قشرتها طبعا وغسلتهم كويس جدا هي والخضار، وهبتدي ان انا اقطعهم قطع كبيرة بالشكل ده. طبعا مش هنقطعهم قطع صغيرة علشان هتقعد فترة طويلة في الفرن، واحنا عايزين الخضار كده واضح، وفي نفس الوقت اللحمة دايبة و... وما يكونش الخضار كده مهري معايا، فلازم تقطعيها بنفس الطريقة. بالنسبة للبصل هقطعه جوليان بالطريقة دي، وكل الخضار عندي هقطعه بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها بنفس الشكل. نركنهم بقى على جنب، وابتدي ان انا اجيب الصينية بتاعتي احطها على النار اللي هشتغل فيها. هحط هنا معلقتين من الزبدة او السمنة المتوفر عندك، او زي ما تحبوا ضيفوا. بعد كده هجيب اللحمة بتاعتي واعمل لها صدمة بالشكل الجميل ده. طبعا عايزة احافظ على العصارة بتاعتها، فدي افضل طريقة اننا نحافظ على اللحمة وطعمها بالشكل ده. هرش بقى بعد كده شوية فلفل اسود، براحتك زودي قللي زي ما تحبي. نيجي بقى لأهم حاجة، الملح بتاعنا ما نكترش علشان ما تاخدش وقت معايا في الفرن، واللحمة كده تشد معايا وتطول وتاخد وقت طويل كده في الفرن. نقلل شوية في الملح. بعد كده هنزل بكام فص ثوم، هحطهم كده مع الزبدة مجرد يطلع منه الريحة واللحمة تاخد من النكهة بتاعتهم. لو في روزماري كمان هيبقى حلو جدا. انا ضفت هنا ورق لورا برضو بيديها نكهة خطيرة. بعد ما اللحمة تبتدي بقى تاخد معايا اللون الحلو ده، هبتدي ان انا اقلبها بالشكل ده. انا عايزاها بس تاخد لون مش اكتر، احنا مش هنسوي اللحمة على الصينية، احنا هنكمل تسويتها في الفرن. بعد بقى ما تاخد اللون الحلو ده وتاخد من كل النكهات اللي احنا حطيناها، هبتدي بقى ان انا اشيلها كده عندي في اي طبق. وهنشيل كمان التوم عشان ما يتحرقش وورق اللورة. والزبدة بقى اللي نزل فيها عصارة اللحمة دي هنستخدمها، مش هنركنها ولا هنعمل فيها اي حاجة. هننزل بقى عليها بعد كده بالبصل اللي احنا قطعناه جوليان بالطريقة دي. نبتدي بقى نشوح البصل بتاعنا كده ياخد بس لون ذهبي فاتح. هرش عليه معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وبعد كده ما ياخد اللون معايا الحلو الذهبي الفاتح ده، هبتدي انزل ببقية الخضار بتاعي بنفس الطريقة. هنشوح بقى الخضار هو كمان مع البصل وياخدوا كده من نكهة بعض. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من السبع بهارات، دي بقى بتودي الطعم في حتة تانية. نشوح بقى كويس. شايفين الألوان وجمالها؟ بعد كده هضيف 3 معالق من الصلصة دي بيتي. لو متوفر عندك صلصة جاهزة ضيفي معلقة كبيرة كفاية. وكمان معلقة صغيرة من الهريسة بتديها كده طعم حلو جدا وبتعلي التست معايا. كمان هضيف معلقة صغيرة من السكر تعادل الطعم، ما تقلقوش خالص.
ما بتبقاش واضحة نهائي في الاكل. هنا جبت الصينية اللي هحط عليها الورق بتاعي. جبت هنا ورق فويل. هي الصينية بس مجرد ان هي بتحافظ على شكل ورقة اللحمة معايا، فعايزين يعني تستغنوا عنها براحتكم. انا هنا حطيت ورق الفويل وبعد كده ورق الزبدة، وهنزل بعد كده بالخضار بتاعي اللي انا شوحته بالطريقة دي. نفرده بقى كويس جدا، والريحة بصراحة يعني مش محتاجة لحمة. بعد كده هجيب اللحمة بتاعتي اللي احنا برضو اديناها صدمة، وهبتدي احطها كده على وش الخضار بالشكل ده. ما تحاوليش تحطي اللحمة تحت، لان الصينية دي هتاخد وقت في الفرن، فممكن اللحمة يعني تتلسع او تتحرق معاكي. فالافضل تخلي الخضار كده تحت الاول، وبعد كده اللحمة، عشان كده ياخدوا من نكهة بعض. هبتدي بقى ان انا اغطيها بورق الزبدة، واحاول بقى الم كده ورق الفويل عليها، وزيادة تأكيد هحط كمان ورق فويل علشان مش عايزة تطلع اي هوا منها. هنا قفلت كويس قوي عليها. نفس الطريقة، وهأكد كمان عليها بورقة فويل كمان، هغطي الصينية كلها بورق الفويل. يبقى كده انا اتأكدت ان الصينية ملفوفة كويس جدا. طبعا بقى انا مشغلة الفرن عندي ومسخناه على درجة 160 على الهادي كده، لحد ما ادخل اللحمة بتاعتي. هتاخد ساعة، ساعة الا ربع، على حسب القطعية بتاعتك. كده خلاص اللحمة عندي استوت، وورقة اللحمة كده بقت جاهزة. شايفين؟ ودي بقى احلى لحظة وانتي بتفتحيها وبتقدميها بالطريقة الحلوة دي، لانها بجد مش بتتقدم غير كده في المطاعم. شكلها بقى والريحة بصراحة جبارة، حلوة جدا. يعني من قبل ما افتح عليها كده الريحة طالعة تجنن. شايفين؟ شايفين بقى الخضار كده بقى، يعني زي ما هو، وفي نفس الوقت مستوي، واللحمة دايبة دوب. بجد خطيرة. هي سخنة جدا، مش قادرة امسك بس هوريكم بس الذوبان اللي هي فيه وطعمها الخطير. بجد لازم تجربوا الوصفة الحلوة دي، بجد خطيرة. شايفين دايبة ازاي؟ والخضار كده، البطاطس زي ما هي مستوية وماسكة نفسها، هي والجزر وباقي الخضار بتاعي زي ما هو، واستوى مظبوط جدا. عايزة اقول لكم هي خدت معايا ساعة بالظبط. بجد انصحكم تجربوا الوصفة الحلوة دي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. جربوها وقولوا لي رأيكم. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير. باي باي.